السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله معانا فيديو جديد من فيديوهات قناة كوكتيل الهوانم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعضينا بإذن الله مربى البرتقال. بما اننا في موسم البرتقال هنعمل مع بعضنا النهاردة مربى ايه؟ برتقال. معانا البرتقال بتاعنا بسرعة. من اروع وارقى المربات هي مربى البرتقال. دلوقتي بقى نشوف ازاي المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة، ونبدأ ونقول بسم الله. بداية كده معانا كيلو من البرتقال. تمام. البرتقال بتاعنا قلنا برتقال بسرة، انا قشرته. هقول لحضراتكم دلوقتي ازاي قشرناه مع بعضنا بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان معانا الكيلو البرتقال هياخد نص كيلو من السكر. كيلو البرتقال ياخد نص كيلو من السكر. ومعانا ليمونه. بس كده بس كده. طيب ايه اللي في الطبق ده يا هاله؟ ده بقى يا ستي قشر البرتقال. انا مسكت القشره بتاعه البطاطس العاديه خالص زي ما احنا شايفين موجوده في كل مطبخ، وجبت البرتقانه بتاعتي وهقشر الايه القشره بتاعتها، مش البيضه. القشره البيضه اللي جوه دي بتعمل مرار. هاخد القشره البسيطه اللي بره ديت. لما بتيجي تقشري ازاي البطاطسايه تاخدي القشره بسيطه قوي. انت كمان لما تيجي تعملي هتاخدي القشره بسيطه كده. بس انا طبعا حطيتها هنا بقى في الكبه بالسكينه المشرشره بتاعتك باي حاجه. وبعد ما غسلت البرتقال الاول وقشرته زي ما انت شايفه كده، اخدته وعملته في الكبه اليدويه بقى القشر الصغير كده زي ما انت شايفه. دلوقتي بقى اول حاجه هنعمل مع بعضينا، هناخد القشر دوت هحطه عليه حوالي كوبايه ونص او كوبايتين، اغطيه يعني بالميه. وبعد كده هو هعمل ايه؟ هسيبه يغلي. طب ايه فايدة القشر بتاع البرتقانة؟ هو بيبقى احلى واطعم من البرتقان ذات نفسه في المربى. فهحطه يتسلق، مش هاخد المية بتاعته، هاخد القشر لما يستوى واحطه واضيفه على المربى. بصي بقى انا عملت ايه في البرتقانة. انا مسكت البرتقانه كده، دي بقى انا هسيبها لك انت، هتقطعيها بالطريقه اللي انت عايزاها، تقطعها كبيره تقطعها صغيره زي ما انت عايزه. بس انا قطعتها بالشكل ده كده لان انا بحب البرتقان يبقى بالذات يبقى القطعه بتاعته زي التين كده باينه شويه. انا عشان كده قطعتها بدايه صغيره زي ما انت شايفه كده. تمام. هتعملي دلوقتي هاله، هاخد السكر بتاعنا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده. يبقى الكيلو البرتقال بياخد نص كيلو من السكر. تمام اهو كده. وهروح ايه؟ هفضيه كده في البوله بتاعه اللي انا مقطعه فيها البرتقال زي ما احنا شايفين كده. نص كيلو السكر بتاعنا. طب والليمونه؟ لا طبعا الليمونه خالص دلوقتي مش هنيجي يمها، احنا هنضيفها لما الصوص بتاع البرتقال ياخد ايه ويدي مع بعضه كده. طب قد ايه كده؟ حوالي بالظبط كده. بالظبط حوالي ايه 3 4 ساعات كده. وممكن تبيتيها كمان، لكن احنا هنكتفي 3 4 ساعات كده ونرجع ونشوف هنعمل ايه مع بعضينا. بس هقلبها تقليبه كويسه كده. احنا مش هنضيف لها ميه، الصوص بتاعها اللي هيطرح من الركنه بتاعتها مع السكر او الوقت اللي هياخد ويجي مع بعضهم كده هينزل منها السائل الجميل بتاع البرتقال كده. وهنشوف هنعمل ايه مع بعضينا. ونحط دوت على النار القشر بتاعه زي ما احنا شايفين كده. قطعيها بقى، تعمليها بالكبه، تعمليها بالسكينه، حطي غطي على ميه تاخد سلقه كويسه كده محترمه حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. ونرجع ونشوف هنعمل ايه، ونرجع ونعمل المربى بتاعتنا مع بعضنا. دلوقتي غطينا القشر بالميه كده زي ما انتم شايفين. مش عايزه اقول لك الريحه بتبقى شكلها ايه. وعايزه اوري حضراتكم ازاي انا قشرت البرتقال اهو. شايفاه؟ احنا خدنا القشره بس اللي هي البسيطه ديت. تمام. وده شكل البرتقانه. سيبنا عليها القشر الابيض اهوت زي ما انتم شايفين كده. تمام. لان القشر ده الابيض ده بيمرر، فانا بتخلص منه قبل ما اقطع البرتقانه. تمام زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هتقطعيه صغير ان شاء الله يا رب بالكبه اليدوي. وبتبداي تحطيه بقى مع يتسلق عشان تاخدي منه الايه الميه. لا طبعا بستخدمها بقى معطل، بستخدمها في الاطباق والله اعظم. وزي ما شفنا كده. وهنسيب بقى البرتقال بتاعنا بالمنظر ده. شايفه؟ حوالي 3 4 ساعات كده ونرجع تاني نتمم مع بعضينا المربى بتاعتنا.
ودلوقتي بقى نرجع ونكمل المربى بتاعتنا الجميلة، مربى البرتقال. دلوقتي بقى عايزة اوريكم بعد ما قعدنا اكتر من 3 ساعات ونص، او يعني داخلين على 4 ساعات كده، الا حاجات بسيطة. عايزة اوريكي بقى الصوص بتاع البرتقال، الصوص الرباني، المية الربانية اللي احنا هنعمل بيها البرتقال. شايفين؟ مية طبيعية من البرتقال. الصوص دوت شايفين ما شاء الله. دلوقتي هنروح على الحلة بتاعتنا ونفضيها او الاناء اللي هنعمل فيه. عايزة اوريكي القشر بتاع البرتقال اللي هو هيخلي المربى بتاعتنا جميلة. انا بعد ما سلقته سلقة محترمة كده زي ما اتفقنا، شايفة صفيته، شايفة اللي طلع منه. طبعا احنا مش هناخد المية اللي اتسلق فيها ديت، لا طبعا ديت هتبقى مرة جدا، فاحنا هنعمل بيها معطر جميل قوي كده للشقة ان شاء الله. يوم كده نعمل مع بعضينا بعض المعطرات. مش عايزة اقولك العطر بتاع البرتقال ده هيبقى شكله ايه، شايفة؟ فاحنا هنشيلها خالص كده، مش محتاجينها. لكن احنا محتاجين القشر بتاع البرتقال اللي احنا شايفينه مع بعضينا دوت. يلا بسرعة نبدأ بقى كده ونيجي على الحلة بتاعتنا ونفضي الايه البرتقال بتاعنا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالمنظر ده. هفضي الصوص كله اللي نزل منه كده، مش هخلي فيه حاجة خالص. تمام، زي ما احنا شايفين كده. احنا عشان القشر مسلوق احنا هناخد ايه دلوقتي، هناخد حوالي تلت ساعة 20 دقيقة اسلق فيها المربى. يعني مش بمعنى اسلق ان احنا نطهيها على النار، وهناخد بالنا من الريم. كل ما يطلع ريم كده هننزعه عشان المربى بتاعتنا ما تتلفش. بنحطها على النار ونظبط ساعتنا كده ونشوف، ونرجع نشوف المربى بتاعتنا واحدة بواحدة مع بعضنا. الناس اللي متابعة الفيديو متنسينيش بلايك وسبسكرايب عشان يوصلها كل جديد من قناة كوكتيل الهواني. عايزة اوري حضراتكم دلوقتي واحنا بننزع الريم، شايفة كده اهو بكل سلاسة اهو. هو بيبقى بيطرق على الوش لوحده كده، فاحنا مش هنخليه طبعا. اهو كده بنزعه خالص. تمام اهو، مش بخليه اهو بالشكل ده. نقلب دلوقتي. هوصل النار، هخليها لا هاديه ولا عاليه. تمام، لحد ما يبدا البرتقال ينضج معايا كده. هبدا احط بقى القشر بتاع البرتقال، هرجعه تاني عشان خاطر ايه ينضجوا مع بعضهم كده، وتبقى بقى المربى بتاعتنا جاهزه عشان افضيها في البرطمانات. وعشان خاطر كمان اشوف بقى الفيديو بتاع البرتقال ده، يا ترى في فرق بين البرتقال اللي هو بيبقى في المحلات بره، المربى المحلات بره، وبين المربى اللي احنا عملناها؟ بالعكس، ده احنا هتبقى المربى اللي احنا عاملينها بايدينا احلى وانضج واروع كمان يعني. المربى بتاعتنا ابتدت تنضج، فانا دلوقتي هحط القشر بتاع البرتقال عشان الوقت اللي فاضل بقى تنتهي بقى تاخد اللون الجميل. عايزه اقولك القشر كمان بيبقى احلى واحلى، بيخلي المربى اطعم واحلى. احنا دلوقتي بنمزج، شايفين اللون غامق بتاع القشر ازاي؟ ليه اللون الصريح في الطبيعه في بتاعه البرتقال اكتر كمان من البرتقال ذات نفسه. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله. نستنى بقى مع بعضينا حوالي 10 دقايق كمان كده، وبعدين نشوف المربى بتاعتنا نطفي عليها، ونبدأ بقى استعداد ان احنا نعبي المربى بتاعتنا. شايفين؟ ما شاء الله، ولا اروع ولا احلى من كده، بجد بجد هايله، والريحه حكايه.
وادي المربى بتاعتنا. شايفين الجمال؟ شايفين اللون الذهبي المشمس الجميل ده؟ شايفين اللون الطبيعي؟ شايفين اللمعة الكهرمانية؟ كل ده في مربى البرتقال، وكمان ما عطيتهاش الوصف بتاعها. بجد بجد جميلة رائعة، من أجمل وأسهل من الربات اللي عملتها هي مربى البرتقال. أنا عايزة أوريكي اللون بتاعها، بجد واو. عايزة تقول كده يلا تعالى اعمل ساندويتش كلني، واعمل بقى معايا كوباية شاي. بصي عايزة اقولك بجد بجد يعني انا ولادي حبوها قوي. الريحة عبال ما اتعملت كانت تشويقية، كانت رائعة. بجد جميلة، بجد رائعة. يعني انا فرحانه قوي. عايزه اقول لك القوام بتاعها، يعني فاهمه؟ انا لما بعمل مربى ببقى بقى ايه، بقول يا ترى الولاد هيحبوها، يا ترى يا ترى هياكلوا منها. لان انا عندي ولادي يعني في الاطعمه الحلوه يعني لهم في الحوادق اكتر. فمش عايزه اقول لك الاقبال عليها عامل ازاي، لدرجه وهي على النار عايزين يتذوقوها. فيا رب تكون نالت اعجابكم. عايزه اوريكي القوام، وطلعت المقدار يعني ما شاء الله. كيلو برتقال عمل يعني حوالي بالظبط كده يعني المقدار طلع اكتر، يعني فاهمه؟ يعني مش هقولك الضعف، لا هو عطى نص مقدار زياده. انا عايزه اوريكي القوام الجميل بتاعنا. شايفه؟ شايفه؟ طبعا انا لقيتهم مجهزين العيش الفينو عشان على طول يعملوا سندوتشات سندوتشات المربى. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابك ونال اعجابكم كلكم. يا رب كده ان تجربوا المربى بتاعت البرتقال وتعملوها وتقولوا لي ايه رايكم. ويعني عارفه حضرتك يعني لو تبعتي المقادير بالظبط، يعني لا اكتر ولا اقل، بتطلع جميله قوي فعلا زي ما احنا شايفين كده اهوت. اوعي تنسيني باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من قناة كوكتيل الهوانم. فعلا فعلا كنت سعيدة معاكم، وانتظروا مني فيديوهات جديدة ان شاء الله.